السلام عليكم. يا حاج. والله انتم منورين الزرع. يا ده بنورك والله يا مش حاج. الزرع اللي منوركم. يا مرحبا يا مرحبا. زي الحال. يا مرحبا يا حاج. مرحبا يا حاج ناصر. اهلا اهلا. عامل ايه يا راجل؟ ازيك فينك من زمان؟ عامل ايه؟ اقعد اقعد. اخبارك؟ نفسي اشوفك من زمان يا راجل. يا مرحبا يا مرحبا. عامل ايه يا حاج؟ وحشتوني والله، قلت اشق عليكم وكذا اقعد معكم شويه. تنورنا وتشرفنا في اي وقت يا راجل. عامل ايه يا حاج ناصر؟ مرحبا مرحبا. عامل ايه يا دبوه؟ يا ده انا كويس اني شفتك يا حاج. والله العظيم يا جماعه انا جاي في السكه ها. يا اخي مناظر يا راجل ما يتخيلهاش عقل. كئيبه. ايوه يا راجل. ها. يا راجل قابلوني شويه عيال ايوه. داهرين الشعريات، ولد الحج ابو العلي وولد الحج ناصر يا عمي سيبك منهم دع الفاسدين يا حاج. ايوه والله يا اخي قلت دقيقك دهن يا دبو. امال ايه؟ الشعريات طالقين الشعريات ودهنين ايش شامبو وش فازلين وش كريم. وش كريم. قال قال بنات يا راجل، استغفر الله العظيم. اخر زمن يا حاج. استغفر الله العظيم يا رب سامحنا. امال ايه؟ والسلسله ومش عارف ايه. ايوه المنطلون المحزق. المطلوب نزل على الطيس تحت. يا امال بوي. ايه؟ عيال قلة ادب. يا عمي سيبك منهم يا حاج كب دماغك. عارف العيال دي لو ليها ابوات تربيها يا حاج دبور ها. ما كانتش عملت كده. اكيد طبعا. اما العيال دي مطلوقه، تسابح. عيال فاسده تحت بنات خولات. ده استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. هيطلع بالتكاتك في الليل. يا بوي انت عارف يا حاج كل حاجه دي. واخد بالك انت امال ايه؟ معاي في الحسبه دي. يا امال ايه يا حاج انا نقدر برضه. والله يا حاج ناصر الناس يا اخي ما تتقاش ربنا، تتقي ربنا الناس يا اخي. اي والله وتبقى على صلاحك ده. ولا تبقاش فاسد، عيلته فاسده. وما يتكلمش كثير يا حاج. ويتعب دماغ الناس. ويبصش على الناس. ايوه. يتقي ربنا. يخليه في حاله. يعرف ان بكره فيه نقره ضيقه. ايوه امال ايه؟ وشفت لك موقف ثاني وحش خالص. انا جاي في الطريق برضه. ايوه. سمعني. ومرت الحاج حسنين راكبه مع الواد ابو سلسله ابو توك توك ده. ابويا انا استغفر الله اشك انها ماشيه ماشيه كويسه. يا اخي يا حاج. ايوه يا كبر حاج دماغك يا ناصر. حاج. ايوه صح. ماشيه بطاله ولا حاجه كده. استغفر الله العظيم. ايوه امال ايه؟ انا قلت زيك كده يا ناصر. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم يا عمي ربنا يبعدنا عنهم من الاشكال دي. يا راجل خلينا احنا في صلاحنا يا حاج. الفساد كتر يا حاج دبور. ايوه امال ايه الزمن اللي والفاسدين إحنا فيه. كتروا واللي ما يخافوش من ربنا كتروا. محدش عارف ربنا ابدا، الناس نسيت ربنا. ايوه امال يا ايه. راجل عيب عليك يا عمي يا حاج ما تشغلش بالك انت ولا تتعب نفسك يا حاج. يا اخي. والله انا مزعلان يا ناصر الحكاوي دي. لا ما تزعلكش كبر دماغك. مش عارف يا اخي اعمل ايه، نفسي اعدل الكون ما قدرش اعدل الكون. ومين يعدل الكون يا عم فوق يا حاج. لما زهقت وانا ماشي في الطريق قلت احاول على الجماعه افك على نفسي شويه. يا سلام ده انت كفايه يا راجل جيتك دي والله يا حاج. حبيبي يا دبور. انت غالي علي من ايام زمان يا حاج. نفسنا على نفسنا شويه ايوه. ونقوم نتوكل على الله. ما تخليك قاعد شويه. وانت يا حاج ناصر خلص تليفونك براحتك. ما تخليك قاعد يا حاج. السلام عليكم. يا با يا اخي يا اخي. السلام عليكم يا اخي. يا با يا اخي ما قاعد اشبعتش منك يا حاج. ما اجيك ثاني يعني. ماشي يا السلام حاج. عليكم. شرفتني يا حاج. شرف الله قدرك. مع السلامه. ماشي. يلا سلام يا باي يا حاج ناصر يا اخي راجل فقر الراجل ده يا راجل. اي راجل ونان على طول هيحكي. راجل ما عندوش دين يا راجل. ولا عندي دين ولا عندي اخلاق. على طول هيحكي في الحكاوي الفارغه يا راجل قرفني. اي وجاي قال له اقعد معاك انا اصلا ما طيقوش اساسا. انت ما باين. راجل تعبان يا راجل مخه مهوي. سيبك منه ده راجل معفن يا راجل. اي ويجيب سيره الناس وانت تقول له على طول. اي على طول يجيب سيرة هو ما مبطلش. مم. على طول في الحكاوي دي. ايوه انا عارف هرتاح ميته من الحكاوي دي هو. امال انت يعني من الصبح موافق وكل ما يقول حاجه قول له ايوه صح. ما لازم نريحه يا حاج. رايحه؟ اي وانت لما تموت منها رايحه؟ كل بامر الله يا حاج. اي كل بامر الله، يعني يوم القيامه هتجي بلسانين ام النار انت. ليه بس بلسانين؟ بلسانين اي. سيبك من الحكاوي دي عاد دقيقة. سيبني من الحكاوي دي؟ ازاي سيبني من الحكاوي دي؟ يا راجل يعني توافقوا ليه في الغلط انت؟ يقول لك مرت فلان وتوك توك وسلسله وانت ايوه. ليه النفاق ده؟ ليه النفاق لما انت عارف راجل معفن زي كده تسمع له ليه؟
ما تقولوش ليه غلط، ما تقولوش ليه ده ما ينفعش يجيب سيره الناس ويجيب، ما عنديش ولايه. مالك يا حاج ناصر زعلان ليه يقضي علينا يا حاج لا ما ناصر؟ زعلان عشاني، امال ايه يا حاج؟ ما زعلان عشان زعلان عليك حد ما يحطوك في القبر ويجيك ناكل ونكير ويسالوك ينفعك هو؟ يا حاج ناصر سيبك من الحكاوي دي دقيقة، احنا قاعدين قاعدة مع بعضينا. سيبنا من مالك يا الحكاوي حاج؟ دي. قاعده مش مكتوبه. بس يا حاج ناصر يا اخي، اي يا بس اخي ما تزعلنيش منك يا حاج ناصر. لا انا ازعلك ليه؟ سيبك منه، هو راجل معفن، سيبك منه. اي ده كان هو معفن قراط، انت معفن 24 قراط. طب وليه يا حاج ناصر غلط ده؟ والكان عاجبك عشان خاطر انت راجل لو محترم صح ما تتوافقوش على الغلط. عيب ده عليك يا حاج غلط. ناصر. ما عيب عليا؟ هي عيب عليك يا راجل الحكاوي دي. زي بعض يا عم، اعتبرني انا راجل وحش وانا راجل امشيش عليها الطلاق. لو ابويا ماشي بالغلط اقول له غلط، ما عنديش انا النفاق ده. النفاق بتاعكم انتوا ده اللي ماشي من دول ما ينفعش معايا. ابو وشين ده ما ينفعش معايا، انا بوش واحد معاه من ربنا. عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبك انت؟ يا عم عجب مالك يا حاج ناصر، عليه يهدى علينا مول يعني الحكايه دي. انت عاجبك؟ يا ابويا انت عاجبك؟ عجبني يا ابوي. طب مش عاجبني انا يا عمي. امال ان ايه؟ كان عاجبك انت انا مش عاجبني. توكل على الله يا عم ريح توكل على الله. يا حاج مالك انت يا عم توكل على الله ومرتي تبطلها. يا راجل ما تعرفنيش اتوكل على الله. عيب عليك يا حاج ناصر الحكاوي دي. عيب عليا. عيب عليك يا راجل. عاوزني أبو والله الشين من قلت زيك. معك ثاني انا لا. يا راجل. ده جت من فوق. يا راجل روح، ده انت تعبان شكلك. حبيبي يا دبور، حبيتك الحق يا راجل يا معرة، يا راجل يا طلال اللي ما عندك دين. والله العظيم وانا اقول البلد خربت ليه من الظل بتاعكم يا ابو الشين. يا ابو الشين. عيب عليك يا حاج ناصر. عيب عليا. روح يا راجل يا علم، يا راجل يا مبخنس، طب ماشي يا حاج ناصر. يا راجل يا مبعر. ماشي يا حاج ناصر. جيب سيرة الناس يا راجل يا علم، يا راجل يا مبعر. مرحبا يا حاج عبود. مرحبا يا حج علي. امال جاي منين؟ عامل ايه؟ عامل حالك؟ ايه اخبارك؟ الله يبارك والله فيك. يا اخي وانا ماشي في الطريق كده قابلوني جماعه اثنين قاعدين كده جوز قوق، واحد راسه عامله زي البصله والثاني وشه مطحن كده. عارفهم مين؟ مين اللي قاعد؟ ناصر ابو زي البصره ده، والثاني دبور ده ابو وشه مطحن ده، ابو عينين رفيع ده عامله زي جخلين النمل. واللي مقعدك معاهم انت؟ يا رجل دي ناس ما فيش داعي، ناس معفنه وشغال اجيب سيره الناس، يقول لك مرت فلان راحت ومرت فلان قعد، قاعدين فاضيين معهمش حاجه يعملوا ايه؟ عيو سيرة النار. يحكوا في سيره الناس، يقول لك مرت فلان زينه ومرت فلان وحشه وفلان شرق وفلان غرب، وكل اللي قاعد حرصينه، اللي جاي منين واللي رايح فين. روحت والله قعدت معاهم شويه ونصحتهم من وجه الله بما فيه الكفايه، واخد بالك. والله تعبت يا علي، تعبت ربنا يعينك على اللي انت فيه يا حاج تعبت عبود. والله يا بخوه. ربنا انا يعينك على اللي انت يا اخي فيه. نفسي نعدل الكون، ما قدرش نعدل الكون يا علي. ربنا يعينك على اللي انت فيه يا حاج اعمل عبود. ايه يا اخي؟ يعني انا اعمل ايه يا ربي؟ يا رب عيني يا رب نعدل لا الكون. ان شاء الله ربنا هيعينك يا حاج عبود. تعبت يا راجل. لا ان شاء الله ربنا هيعينك. الناس بإذن يا الله. اخي الناس كلها دلوقتي، آه. الناس دلوقتي تجيب ليه سيرة بعضيها؟ ما الناس كلها كده دلوقتي يا حاج عبود. ليه الناس بقت نمامه؟ ما الناس كلها كده. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه؟ هتقراش كتاب ربنا؟ ما الناس كلها بقت كده دلوقتي يا حاج يا عبود. أخي تعمل ايه وربنا يعينك على اللي انت فيه برضه. يا أخي أنا والله تعبت يا أخي يا أخي. يا اخي ربنا يعينك. دبور ده بعينيه عامل زي جخلين النمل، وناصر أبو راس عامل زي البصلة ده، اثنين وشهم كلح، قاعدين اللي قاعد عاملين فيها ناس مشايخ عرب ومش محترمين جدا. تعبت كل منهم الناس يا على أخي. كده دلوقتي وربنا يعينك على اللي انت فيه يا حاج يلا يا عبود. عم هتعوز حاجة؟ الله يخليك يا حاج عبود. السلام سلام عليكم. ورحمة الله السلام وبركاته. عليكم. والله ما حد ابو الشين غيرك انت يا حاج عبود. تعال يا حاج عبود. أنت على طول ما تخلينيش نمشي شوية يا أخي. تعال على طول أنت أبو الشير يا حاج أبو. ايوه فين دبور يا ناصر؟ دبور راح مشوار والله. عمل المشهد بتاعه طار. ايوه ما يعمل ايه طيب. احنا صممنا يا جماعه نعمل المقطع ده عشان ليه هدف، والهدف بتاعه باين في المقطع كله. واضح ايوه. عشان في ناس تقول لك ايه الهدف بتاع المقطع، حبينا يعني نوضح الكلمتين الاخرانيين دول، بس قبل لا نقول الهدف بتاع المقطع يا ريت يا جماعه ايه تعملوا لنا لايك وتعملوا اشتراك في القناه. هدفنا من المقطع ده ايوه ابو وشين، اللي يجي اهم حاجه اللي يجي الديب وش ودب وش. وديب وش، فعلا صح. يقعد مع ده يحكي حكايه ويروح هناك يحكي حكايه ثانيه. فعلا. اتق الله يا اخي، اتق الله. نعم بالله. لا يعني انت هتاخذ ايه معاك من الدنيا؟ ولا حاجه، متر ونص ومتر ونص قماش. بس خاف ربنا يا راجل. الحكايه دي كتت اليومين دول، يقعدوا جماعه يحترموا على المصاطب يا حاج ناصر ايوه ويحكوا يجيبوا سيره الناس. سيره الناس ما تنفعش. يا راجل ده سيدة عائشه رضي الله عنها قالت رسول الله انها قصيره يا رسول الله، غضب الرسول عليه الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. يعني كلمه تقوي بها 70 ذراع في نار جهنم، ما بالك في اللي قاعدين النهار كله يحكوا. يا ريت المقطع يعجبكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.